السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا ومتابعينا في كل مكان. أسأل الله العلي الواحد الأحد أن يعيد لنا كرامتنا ومجدنا وعزنا كيمنيين بشكل عام. أنا بتكلم اليوم على شيء آلمني وجرحني كثير والله العظيم. شوفوا أي بلد وأي وطن راتبك كموظف ما يكفيك لقوت يومك، يعني لمعيشتك خلال الشهر، أكل شرب، هذا ما هوش وطن. الحمد لله احنا وطننا مليء بالخيرات، مليء بالأمور العجيبة. كل ما تروح لمحافظة أو تسأل عن محافظة يقول لك هذه فيها كذا وهذه فيها كذا، هذه زراعة، هذه غاز، هذه نفط، هذه ذهب، هذه معادن، هذه، وناهيك عن الأمور الثانية، المواني، الطيران، الزراعة بشكل كبير جدا، يعني ملفتة. قبل ما ندخل في موضوع كرامة الإنسان، أعطيكم نبذة عن مدينة أو دولة اسمها موريشيوس، تقع عليها في جنوب أفريقيا. موريشيوس هذه الدولة هذه الدولة التعليم فيها مجانا، المواصلات والتكلفة التعليم والرسوم مجانا إلى أن تخلص الجامعة. طبعا هم مهتمين بالتعليم كدرجة أساسية، ويروا أن التعليم أنك إذا أردت أن تدمر أي دولة لا تجيب مدفع ولا طيران ولا، خفف نسبة التعليم، خفف مش أنهي. احنا الحمد لله يعني انتهى التعليم عندنا الحمد لله، وجانا المدفع والطيران، يعني كلهن عندنا موجودات كلهن. التعليم مجانا في هذه الدولة، والمواصلات مجانا، والرسوم مجانا، لأن التعليم مش سلعة للبيع. العلاج مستشفيات مجانا للشعب كله، لأن أيضا حياة الإنسان ليست سلعة للبيع. 90% من سكان موريشيوس ملاك، بيوت ملك، ما تحصل واحد متشرد أبدا، يعطوك أرضية مجانا ويساعدوك في البناء. هذه الدولة فيها أمور كثيرة جدا تخدم هذا المواطن. صدقوا أن السلك العسكري له ميزانية مستثناة، يعني أقل ميزانية للجانب العسكري. احنا الحمد لله العكس، أكبر ميزانية للجانب العسكري، وتحصل الجانب العسكري يتقاتلوا بينهم البين، وذا شهيد وذا شهيد وذا ما أدري كيف، هل الشهداء بيلتقوا ذا الاثنين اللي تقاتلوا بينهم البين وقتلوا، وبيبقوا يقولوا كيف نحن شهداء وانت صوبت نحوي وانا صوبت. المهم في حبكة في اليمن بشكل عام كبيرة جدا. هذه الدولة موريشيوس على ايش تعتمد؟ بحيث ان كل شيء مجانا، ما عندها نفط ولا ذهب ولا عندها اي موارد الا الارض والانسان، بس يزرعوا ويعيدوا تصنيع الزراعة ويصدروا. السياحة يعني نسبية عندهم، فعيشوا بلدهم في أمان وسلام مجانا، تعليم، تعالج مجانا. احنا موجود عندنا كل شيء، يبدأ من المعادن للحديد للذهب للفضة للغاز للنفط للذهب الأسود للبترول، ولكن ما عندنا كرامة أبدا. إنسان راتبه 30,000 ولا 50 تطالبه بأن يضحي وأن يقاتل خوه في أي جبهة ثانية، خوه من دمه ولحمه. مسلمين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قل قاتل موت جوع، وأنا أولادي برا يدرسوا، وأولادي أنا يتنعموا ويدوروا، أنت موت جوع. أنا حسبت سبحان الله يومية الإنسان مثلا في هذا الوطن المجروح المكلوم، الرز الكيلو ب2200 ريال، هذا الأسرة 4 أنفار
أما ما شاء الله الأسر عندنا يعني يمكن بعضهم 9 بعضهم 13 بعضهم ب2200 كيلو رز، معك كيلو دقيق ب900 ريال، هذا أقل شيء يوميا. معك قرطاس طماط ب150، قرطاس صغير ونافذوك صغير ب150، يلا تطلع وردي صانونة مش مشكلة. إذا احتجت لبن للشاهي كم بتحتاج في اليوم؟ طبعا احنا بشر إخواني، احنا شي نباتيين، بتحتاج 3-4 من 500 ريال. والحمد لله اللبن الآن رجعوه زي مثل الطماط. يلا جلس. والفاصوليا أقل فاصوليا، طبعا اخترت لكم اليوم أقل فاصوليا يمكن ب500 ريال، ما ندري كيف طعمها وكيف ريحها وذا، بس مشان أحسب لكم يومية هذا اليمني الذي كانت أرضه يعني إيش 1400 ريال، دبة زي الصغيرة تعطيك يوم سفري يصلحوا لك حق يوم. والطماط وبصل وحبة بطاط، شوفون وهم طماطم ونافذ وشم طماطة قيمتها 700، يعني في اليوم تقريبا مع الروتي ومع الذا تخسر 7000 أو 8000 ريال. اضربوها في 30 شهر كم بتكون؟ يعني راتب الإنسان المتقاعد أو غير المتقاعد بيكفيه 3 أيام. احنا لولا أن لطف الله معنا والله العظيم، والناس الخيرين والطيبين مع الناس في كل مكان. أنا يا إخواني ما ناش عنصري أبدا، ودائما كررها، سواء في عدن أو في تعز أو في صنعاء أو في حضرموت أو في شبوة أو في لاحق أو في مارب أو في صعدة أو في كل بلاد اليمن، ما احنا شي إخواني كنا فقراء أو نشحت أو هذا ظلم، والله ظلم، والله الذي رفع السماء بلا عمد انه ظلم. شوفوا التاريخ ما يرحم، بيدون هذا الكلام، وبعد مئات السنين هذا الكلام بيدرس في المدارس، انه فلان ظلمنا، انه زعطان ظلمنا، انه دولة كذا ظلمتنا. انه انا بكلمتي هذا اناشد اخواننا واهلنا اهل الخليج، مش الحكومات، انا اناشد المواطنين اهل الخليج، النساء، الاطفال، يا اخواني كلموا حكوماتكم، قولوا لهم يا لو ما أهل اليمن مشردين ومبعدين من حقوقهم ومن ثروتهم ومن يا لو ما كلموهم، يا صحفيين في الخليج، يا إعلاميين، يا ممثلين، يا فنانين، يا سياسيين، يا جماعة والله ما نرضى عليكم لو جار عليكم الوقت، والله والذي رفع السماء بلا عمد ما نرضى عليكم، لا ترضوا علينا، عيب، لا تخلونا نعيش في بلدنا منزوعين الكرامة، لا بالله عليك. واحد في الخليج يسألكم بالله يا أهل الخليج، أنتم أحبابنا وأهلنا وأخواننا، هل واحد منكم راتبه يكفيه ل3 أيام يشل بالكيلو رز، ولا تحصل لك 3000 سعودي وبعدين شليت لك ب800 كل ما لذ وطاب بما فيه الجبن والعصاير والحقين واللبن، الأشياء ثانوية. احنا نبحث عن 4 أشياء أساسية: زيت، دقيق، ملح، السكر، رز، 4 أشياء نحن نبحث عنها فقط، وعادها ما تسد جوع الناس. والله العظيم إن في أسر ما تسد جوعهم وإنهم يأكلوا وجبة واحدة. جاءت رسالة من التلفون، أسأل الله العلي العظيم أن يحفظنا وأن يخرجنا من هذا المأزق وهذا المستنقع وهذا الوحل، وأسأل الله أن يطيب قلوبكم. السلام عليكم ورحمة الله.